دكتورة، هو تساقط الشعر طبيعي ولا ممكن يبقى مشكلة؟ تساقط الشعر ما فيش حد إلا ما بيسأل عن تساقط الشعر. تساقط الشعر في الشباب والبنات والسيدات كمان الكل بيسأل عنه. بس يعني إيه تساقط شعر ونخاف منه إيه؟ لما تقع أكتر من 50 ل 150 شعراية في اليوم معنى كده إنه في تساقط. غير كده ده بيبقى تجدد للشعر. الشعراية بتقع علشان خاطر تيجي بدلها واحدة جديدة. هو ده الطبيعي إن الشعر لازم يتجدد. ده هو لو ما تجددش يبقى فيه خوف. تساقط الشعر في نوعين. في تساقط نتيجة مشكلة حصلت للإنسان، مشكلة صحية أو صدمة نفسية أو بعد عملية أو بعد ولادة. الحاجات دي بتروح مع الوقت. في تساقط شعر مزمن. تساقط الشعر المزمن بقى ده نتيجة عادة بيبقى نتيجة نقص حديد أو خلل في الهرمونات. عادة بيبقى هرمون الغدة الدرقية هي المشكلة في الموضوع ده. والستريس طبعا بيخلي هرمون الكورتيسول بيعلى، ومع الوقت بتقل نشاط الغدة الكظرية.